في العادي إحنا مش بنعمل الكحك كل يوم ولا كل أسبوع ولا كل شهر كمان. أغلبنا بيعمل الكحك من العيد للعيد أو لو جات مناسبة في نص السنة ولا حاجة. في كل مرة بنبقى عايزين نوصل لنتيجة مرضية بنسبة 100%. يعني بنكون عايزين الكحك يكون دايب وناعم سواه مظبوط من بره ومن جوه. عاوزين نوصل لنتيجة اللي هو احنا جايبينه من أفخم المحلات. كلنا بنبقى متوقعين ده في الأول واحنا لسه شغالين أو واحنا لسه بنبتدي في المقادير. وأوقات كتير أنا واحدة من الناس باوصل لنتيجة ما بتكونش مرضية بالنسبة لي. مقادير النهاردة والتكنيك اللي هنمشي عليه النهاردة وبعد الملاحظات اللي هقولك عليها هتخليكي توصلي لنتيجة مرضية بنسبة 100%. يعني هتعتمديها ل10 سنين قدام زي بالظبط. اعملي لايك للفيديو، يلا نبتدي ونقول بسم الله. اول حاجة واهم حاجة بالنسبة لي المقادير اللي هتضاف على الكحك. المقادير اللي هنضيفها على الكحك يا جماعة لو كويسة وجودتها كويسة هوصل لنتيجة في النهاية مرضية بالنسبة لي. دول 550 جرام من السمنة، ودي السمنة البلدي على أصولها اللي كنا عملناها مع بعض قبل كده. 550 جرام ما يعادل نص كيلو ومعلقتين كبار من السمنة في التلاجة قبلها على الأقل ب6 ساعات. دول كمان 3 معالق من السمسم المتحمص، معلقة كبيرة من ريحة الكحك أو توابل الكحك موجودة عند العطار وبتكون عبارة عن شمر وينسون ومحلب مطحونين. هضيف كمان ربع معلقة من الخميرة وربع معلقة من البيكنج باودر وذرة ملح. المواد الرافعة أنا مش عايزاها أكتر من كده علشان لو كتيرة شوية أو كترت شوية عن كده هتبوظ معايا رسمة الكحك أو نقشة الكحك بعد السوا هتختفي. دول كمان 60 جرام من السكر البودر، ما يعادل معلقتين ونص كبار من السكر البودر. معايا كمان 100 ملي من المية ما يعادل نص كوباية من المية. مية من الحنفية مش دافية ومش ساقعة، مية من الحنفية عادي. معايا كمان كيلو من الدقيق. النوع ده انا استخدمته كتير جدا واداني نتيجة حلوة جدا جدا. يعني لو هختار بين ده وبين الضحى الاتنين واحد والاتنين بيدوني نفس النتيجة، ولكن ده سعره اقل شوية من الضحى. متوفر في كل السوبر ماركت وعند العطار، يعني موجود بكتر. هاخد العجان بتاعي وهبتدي اضيف السمنة. طبعا زي ما قلت لكم السمنة دي اللي كنا عملناها قبل كده بتاعة الحلقة بتاعة القشطة. ريحتها حلوة جدا جدا و طبعا زي ما احنا قلنا ريحة وطعم وترميلة وزي ما قلتلك جودة السمنة والدقيق والمكونات كلها اللي هضيفها على الكحك بتفرق يا جماعة جدا جدا في الطعم. فحاولوا تستخدموا مقادير كويسة، سمنة كويسة. السمنة لو مش متوفرة عندك ال 550 جرام بتوع السمنة أنا ممكن أضيف نص ونص. هتقولي لي يا بوسي انت اشتغلتي بالسمنة من غير ما تسيحيها ومن غير ما تقدحيها؟ يا جماعة الوصفة زي ما بقول لكم بالظبط والمقادير، وانا اضمن نتيجة 100% هتكون راضياكم جدا. السمنة انا كنت قدحتها برضو معاكم في الفيديو بتاع القشطة. فمش محتاجة ان انا اقدحها ومش محتاجة ان انا اسخنها. لا، انا يعتبر قدحتها وسخنتها واخدتها سخنة في التلاجة وتاني يوم على طول اشتغلت بيها وكنت عملت الحلقة بتاعة الكحك ده. هاخد بقى السمنة والسكر في العجان وهبتدي اخفق فيه لحد ما اوصل للقوام الكريمي اللي انتوا شايفينه ده. او لو لسه شوية مثلا لو حسيت ان السكر لسه مدبش نوعا ما هبتدي برضو اخفق فيه. المهم ان انا عاوزة السكر والسمنة يتخفقوا كويس جدا جدا. لو في العجان هخفق فيهم لمدة مثلا دقيقتين. ممكن طب انا يا بصي ما عنديش عجان، ممكن اشتغل بالمضرب الكهربائي عادي وممكن اشتغل بايدي عادي جدا. بس اهم حاجة في كل خطوة في الخطوات اللي هقولك عليها تاخد حقها معاكي. يعني لو هخفق السمنة والسكر اخفقهم براحتي جدا وياخدوا وقتهم وبراحتهم. في مرحلة بس الدقيق هبس برضو الدقيق بالسمنة كويس جدا لحد ما ياخدوا وقتهم وهقولك عليه لما نوصل له.
بصوا القوام بقى أشبه بالجبنة الكريمي ازاي. هو ده القوام المطلوب. هبتدي بقى أضيف المواد الجافة كلها، الدقيق وباقي المكونات اللي هي ريحة الكحك والسمسم والبيكنج باودر والخميرة. هضيف كل المكونات دي وهرجع بقى أشغل العجان تاني. في المرحلة دي مش هينفع طبعا المضرب الكهربائي. يعني انت لو ضربت السمنة والسكر في المضرب الكهربائي، لا هنقلهم بقى في بولة تانية، وهبتدي اضيف الدقيق، وهبتدي ابس الدقيق والسمنة كويس جدا جدا، وحط تحت دوت يعني كذا خط كده. دي اكتر حاجة هتخلي العجينة معايا ناجحة، هتخلي الكحك معايا دايب وناعم. زمان قوي على ايام اجدادنا وامهاتنا لما كانوا يعجنوا، كنت اسمع جدتي تقول لامي بسي العجين كويس، ده اللي هيخلي الكحك ناجح. فهو فعلا ده اللي بيخلي الكحك ناجح. لو بالعجان يا بوسي هياخد قد ايه؟ لو بالعجان بسي العجين في العجان 10 دقايق. طب لو بايدي براحتك بقى، يعني 10 دقايق، لا طبعا مش 10 دقايق، ممكن ياخد معاكي من ربع ساعة لتلت ساعة. الموضوع متعب شوية مثلا لو بايدينا، بس حقيقي بنوصل لنتيجة مرضية جدا. لما بنيجي بقى نشكل الكحك مش بنلاقيه شقة ومش بيتعبنا بعد كده. وهقولك لما نيجي نوصل لتشكيل الكحك هقولك امتى لو الكحك شقة تعملي فيه ايه. بصوا انا رفعت العجان وطبعا العجينة طرية جدا معايا وناعمة جدا معايا. هي دي المرحلة؟ لا مش هي دي المرحلة. صبرا بس يا جماعة كده، وهنوصل للمرحلة المطلوبة وهقولك امتى توقفي بس وتبتدي بقى تلمي العجين. شايفين قوام العجينة بقى عامل ازاي؟ يعني اشبه شوية بعجينة البسكوت، يعني اللي هو لو انا مش لابسة الجلافز هتلاقي العجينة بتلزق في ايدي. بصوا ناعمة جدا جدا، شاربة بقى كل المكونات ونعمت بطريقة اللي هو انا مش مستحملة امسكها بايدي. هضيف نص كوباية المية اللي من الحنفية عليها، وهنا انا مش هعجن كتير، يعني هنا انا هلم العجينة فقط لغير. في المرحلة دي أنا لو عجنت العجين كتير هتكون معايا مادة الجيلاتين، وده هيخلي العجينة تنشف معايا وتمط. أنا مش عايزة ده. العجينة كده طرية قوي واتلمت معايا وحلوة قوي قوي. انا كنت اشتغلت بيها على طول وشكلت ال الاشكال اللي انتوا شايفينها دي. طبعا انا هعمل معاكم هوريكي ازاي تشكلي العجينة. بس انا هنا بوريكي لو العجينة في حالة لو نشفت معاكي ما تزوديش سمنة، ما تزوديش مية، ما تعجنيش فيها كتير. ولكن واحنا بنشكلها احنا ممكن نخدم العجينة كويس بايدينا زي ما وريتك كده. نخدم العجينة حتة حتة لما نيجي نشكلها بايدينا كده. انا اخدت كور صغيره كده من الكحك، كان وزنها حوالي 30 جرام. لو حابين تكبروها عن كده، لو حابين تصغروها، دي بقى بتبقى حريه شخصيه. انا ما عملتش الكور وابتديت بالبسطامه انزل يعني الف عليها كده في الصاج واحده واحده. ده بيخليها نقشتها خفيفه جدا، وفي في الفرن بتروح معايا بعد السوى، النقشه بتروح معايا. فدي بالنسبه لي كانت افضل حاجه للتشكيل. يعني على ايدي كده زي ما انا اخدتها وزي ما انا ما وريتك على البسطامه كده، بنزل بالعجينه وببتدي اسويها من جميع الاتجاهات. مش بخلي بقى حتة عالية ولا حتة واطية، وبرجع اشيلها. بصوا الرسمة واخدة حقها ازاي. بين ايدي بقى كده برجع اسويها، الدوران بتاع الكحكاية برجع اسويه عشان يديني شكل منتظم. شايفين شكلها عامل ازاي من فوق ومن الجناب ومن كل الاتجاهات؟ واخدة سوا واحد في الارتفاع والشكل. الكحكاية التدويرة بتاعته واحدة، مش ناحية، يعني مش ناحية عالية وناحية واطية، لأ كلها اتجاه واحد ورسمة واحدة وشكل واحد.
هعمل معاكم كمان مرة. طبعا لو حابين نشتغل بالمنقاش، لو حابين نشتغل بقوالب الكحك، بس انا افضل حاجة بالنسبة لي البسطامة، بتديني شكل زي الجاهز بالظبط وهي بصراحة بتعجبني. بايدي بقى كده هاخد العجينة بين صوابعي كده بالدوران بتاع البسطامة كده، وابتدي اسويها من الجناب وهشيلها بالراحة خالص وبالشكل ده. تشكيلها مظبوط جدا ومقاسها يعني بالنسبة لي كان حلو. طبعا لو حابين تصغروها عن كده، حابين تكبروها عن كده، دي بتكون بقى حسب اختياركم انتوا وحسب ذوقكم انتوا. الفرن بتاعي شغال على درجة حرارة 190. هياخد في الفرن بالظبط وقت من ربع ساعة لتلت ساعة بالظبط، وهفضل ملاحظاه الشبكة في النص لحد ما لونها بقى يحمر وتوصل للون اللي هو من فوق ومن تحت زي بعض، واحس ان هي من جوه برضو تكون مستوية حلو، مش من جوه من بره مثلا احمرت ومن جوه تكون نية. لا، خدوا بالكم بقى من الحتة دي. بصوا بقى، انا مش سايبة مسافة، يعني سايبة مسافة بسيطة جدا بين كل كحكاية وكحكاية، لان انا متأكدة ان الكحك بتاعي مش هينفش في الفرن ومش هيلزق في بعض، هيطلع مظبوط. كده الكحك بتاعي خرج من الفرن وزي ما قلت لكم يعني ما رفعش وما نفش، والرسمه بتاعته ما اختفتش، سوا حلو قوي من بره ومن جوه من فوق ومن تحت. ولكن انا كنت هنا بوريكم بس سوا عامل ازاي من تحت ولونه عامل ازاي من تحت. احنا مش هنحركه يا جماعه، مش هنحرك الكحك من مكانه. انا هخرج الصينيه من الفرن وهسيبها قد ساعه كده ولا حاجه براحتها جدا لحد ما تبرد تماما. وبعد كده هبتدي ارش عليها السكر. في المرحلة دي الكحك بيكون لسه ناعم جدا، ما ينفعش احركه. ولكن لما بضيف عليه السكر بقى بيبتدي يتشرب شوية من السكر كده، طعم السكر بيدوب جواه وبيديله طعم حلو قوي. هسيبه بقى بعد ما ارص السكر او بعد ما ارش سوري السكر عليه، هسيبه بقى لحد ما يبرد تماما تماما تماما. لو حابة انقله بلاش ننقله بايدينا، يعني احنا لو حابين ننقله مثلا هنقل الكحك بالسباتيولا او بالمقصوصة، مش هنقل يا جماعة الكحك اطلاقا بايدي. لو حاولت ونقلته بايدي ايدي هتبصم في الكحكاية فهيبوظ شكلها. علشان اقيم الكحك بتاعي الكحك في وقتها مش بيبان طعمه، يعني هو بيبان ناعم وطعمه حلو وريحته حلوة جدا جدا وكل حاجة. ولكن علشان اقدر اقيم الكحك بتاعي تاني يوم بيبان الطعم بتاع الكحك وتقدري تقيميه براحتك. في ملحوظة كده هتقولولي يا بوسي انتي ليه عجنتي الكحك بالمية؟ احنا بنعجن الكحك باللبن. ليه عجنتيه بالمية؟ تمام يا جماعة، الكحك هنعجنه بالمية او هنعجنه باللبن الاتنين هيدوني نفس النتيجة. ولكن المية بتخلي عمر الكحكاية أطول، يعني عمر الكحك لو هيقعد باللبن أسبوع، لا بالمية يقعد أسبوعين، وخصوصا في الصيف. عاوزة أقول لكم إن وصفة الكحك دي لو هغير وصفة جدتي وأمي وحبيت أغير وأعمل وصفة كحك تانية، أنا مش هعتمد غير الوصفة دي حتى لو ل10 سنين قدام. حلوة جدا جدا ومقاديرها مظبوطة بالملي. سواها بالنسبة لي كان بره وجوه حلوة قوي وناعمة دايبة دوب. يعني حقيقي وصلت لنتيجة اللي هو زي الجاهز وافضل، يعني مش بقول كده كلامه خلاص او هو الكحك طلع ناعم وطعمه حلو فانا قلت ان هو زي الجاهز وخلاص. لا، طعمه وريحته وذوبانه وسواه وكل حاجة في الكحك في الوصفة دي حقيقي أبهرتني. يعني أنا عن نفسي لو هشتري كحك من بره مش هشتريه غير من العبد. ادتني نفس النتيجة بتاعة كحك العبد ويمكن أفضل كمان. يعني حسيت كأني اشتريت الكحك من أفخم المحلات، حقيقي مش كلامه خلاص.
جرّبي وصفة الكحك دي، وأنا نزّلتها لِك بدري شوية عن العيد، احفظيها بقى عندِك وجرّبيها إن شاء الله في العيد وإن شاء الله تعجبكم، وما تنسوش طبعًا تكتبوا لي في الكومنتات رأيكم فيها إيه، ولو أول مرّة تنوّريني في القناة أهلًا وسهلًا بيكِ نوّرتيني، ما تنسيش الاشتراك، ومتابعيني الحلوين ما تنسوش اللايك الجميل، واستنوني في حلقة جديدة وفيديو جديد، وأشوفكم على خير يا رب، باي باي.